تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به إسبريس عن توقيف المشتبه فيه من رئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي هراد ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث وفق البلاغ أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية بعدما تربص به في مكان اشتغاله بمضارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقام بتعريضه للاعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يعمد إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.